السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده سمك، تعالوا ننضفوه سوا مع بعض. الناس كلها بتعرف تنضف اكيد. بس تعالوا نقوله طريقتنا برضو لو حد ما بيعرفش. يلا بينا نشوف. تعالوا بقى ننضفوا السمك. احنا هنعمل على خطوتين. خطوة هننضفوا الحاجات اللي بره هنا دي، الحاجات دي الاول، والجناب، البطن الخطوة الاخيرة. ماشي، التانية مش الأخيرة، الخطوة الأخيرة اللي هو هنغسلوه في المية. ماشي، أنا ما حدش يقول انت قاعدة في الصالة، لا أنا عارفة أنا بعمل ايه كويس، ومش مش ببهدل حواليا، إن أكيد مش أول مرة يعني. هنعمل على السريع كده، هنسرع الفيديو وأنا بنضف عشان محدش يقول انت بطيئة أو كده. بس هيكون واضح يعني أنا بعمل ايه. نمسك بقى نعمل الجناب. الاول اسماء الحاجات الطويله اللي فيها دي نقصها، والسكينه هنعمل بقى الجناب. انا مش بحب اعمل مقص الجناب ولا بتاع اللي طالعه الجديده دي. انا بعرف اعمل من غير ما بهدلها حواليا. بس السمك كبير ما شاء الله، مش هينفع معاه المقص دوت. واللي حصل فعلا المقص اتكسر للاسف وانا شغاله، بس اتصرفت جبت مقص تاني يعني. بس سرعت الفيديو عشان محدش يتضايق وكده. فانا قلت اديكوا الفكره بس عشان البنات اللي ما بتعرفش، مش عشان اللي بيعرفوا يتنمروا ويقولوا ما الناس كلها بتعرف. اكيد مش مولودين بنعرفوا يعني. كده بعد ما نضفت خلاص وكده خلاص نضيف من جوه ما شاء الله، ومن بره هنعمله التتبيله ودعكها من جوه من بره. والسمكيه كبيره قوي، حدها شقتين كده بالسكينه من الجناب عشان التتبيله تخش جواها. ويا رب يكون فيديو خفيف وسريع ويكون في حد استفاد منه. متنسوش